الناس اللي ما عارفاش شنو هو قنوت النوازل، فهو الدعاء على الظالم بأن يخزي الله ويذله ويهزم جمعه ويشتت شمله وينصر المسلمين عليه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت وقت النوازل في كل الصلوات، فقد قنت عليه الصلاة والسلام في صلاته 30 يوما يدعو إلى أقوام من العرب قتلوا طائفة من أصحابه يعرفون بالقراء. وصفة القنوت وطريقته لمن لا يعرفها كالتالي: فبعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة لكل صلاة سواء فردا أو جماعة بعد قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ندعو بدعاء القنوت، ثم ندعو ونتضرع إلى الله بكل دعاء لرفع البلاء والنصرة للمجاهدين. هنا استحب كثير من الفقهاء القنوت عند النوازل في الصلوات المكتوبة، ويكون الدعاء بما يناسب النازل، ونازلتنا الآن هم إخوتنا في غزة. اللهم اجعل لأهلنا في غزة من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم أنت إلهنا وأنت ملاذنا وعليك اتكالنا. اللهم اكشف عنهم وعن المسلمين كل بلاء، وادفع عنهم وعن المسلمين كل بأساء، واحفظ منهم ومن المسلمين الأعراض والدماء. اللهم انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في غزة نصرا عاجلا يا رب العالمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وحفاة فاحملهم، ومظلومون فانتصر لهم. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اشف مرضاهم وفك أسراهم وتقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم إن الصهاينة قد طغوا وبغوا وقتلوا وأسرفوا واعتدوا. اللهم شل جيوشهم ودك عروشهم. اللهم اقتلهم بسلاحهم واحرقهم بنارهم، وسلط عليهم جندا من جندك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وألق الرعب في قلوبهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، واجعل عليهم عذابك ورجسك وسخطك إله الحق يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود. اللهم ارفع راية الجهاد، واقمع أهل الزيغ والشر والحقد والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد والبلاد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، وكن لهم عونا ونصيرا، لا ترجعنا خائبين يا رب العالمين. ما تنساش تشارك المقطع مع غيرك كي يستفيد الكل وكي نتحد في الدعاء، فالدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله.